فاليريا ليفتن عارضة أزياء روسية عمرها 39 عام لم تكن تعتقد في يوم من الأيام أنها سوف تصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قصتها الحزينة التي تتحدث عن تحولها من عارضة أزياء حسناء إلى هيكل عظمي متحرك. فاليريا ليفتن تعيش في موناكو. كانت تعاني من مضايقات أصدقائها في المدرسة بسبب زيادة وزنها والدهون التي تعاني منها في وقتها، بالإضافة إلى الرسائل التي كانوا يتركونها لها والمليئة بالحميات الغذائية التي ينصحونها باتباعها لكي تخسر وزنا. كل هذا أثر في نفسيتها جدا، وجعل موضوع الرشاقة والنحافة ومسابقات ملكات الجمال والتمتع بالجسم الرشيق هدفها في الحياة. قررت فاليريا ليفتن اتباع حميات غذائية قاسية دون أن ترحم نفسها، مما أصابها بمرض فقدان الشهية، وبدأت تدريجيا تخسر وزنها بشكل كبير إلى أن أصبح وزنها 266 كيلوغرام، كما عانت من أمراض صحية عديدة حرمتها من أمل الزواج وإنجاب الأطفال. تحدثت فاليريا ليفتن إلى صحيفة ديلي ميل البريطانية ناصحة الشابات المراهقات أن يأخذن قصتها عبرة، داعية هؤلاء إلى عدم تعريض صحتهن للخطر كي لا يدمرن حياتهن.